والاحتفالات قائمه مع الجمهور ديالنا، واخا مازال لهم طريق طويله باش يوصلوا للتيران، ولكن راهم محيحين. انتم شوفوا. ايوا كانت معكم مراسلتكم مريم من بيتي سبورت. نتلاقاو بعد قليل. Training what? You pray Football, much? yeah. Winner or lose? Winner? Winner. Every day, winner. Oh my God! Oh my God. Cristiano Ronaldo. Messi. No. You see Messi? It's الجماهير بداو كيلتحقوا بنا. هادو الناس الاولين وصلوا تبارك الله عليهم في الوقت، مع الربعه القسمين كانوا في الموعد باش يلتحقوا بالتيران ان شاء الله. هما الاخرين تما، الناس تما. المهم الامور تحت السيطره، كلشي هو هذاك. المهم الامور راها تحت السيطره مازال. شوفوا الخيل خدام معنا حتى هو. شوف الناس راه القنطره اللي ها كنظن مسدوده، هذه اللي محلوله. دونك الناس كيجيو حتى لهنايا، واللي عجبني اكثر هو ان الناس كيجيو كيضربوا الدوره كيشتو. هادشي زوين، هادشي جميل، هادشي جميل، هادشي جميل، هادشي جميل. الشباب طلعوا، كل واحد راح على شغله، وانا اشعر بالوحده والفراغ احتواي حبيبي. احتواي. Where are you going? Training. Try and No. last game in Argentina. Come back, come back. No, come back. خلاص. No harass. راح harass. Messi, the body not يرحم. No mercy. The body. Come to sit. Where do you need eat? Yeah. You already eat? No, Not yet. I didn't eat. Eat. I am faster. دابا في مركب محمد السادس. المنتخب راهم في هذه البنايه، حنايا غنلعبوا ماتش حداهم هنا. غادي يتفرجوا فينا باش نعطيوهم انسبيراسيون، باش يتعلموا كيفاش يديروا يلعبوا هذه الليله. هنايا فين كيترينيو اللعابه ديال المنتخب وكيوجدوا الماتش اللي كاين هذه الليله. حنا دابا جينا مركب. اوكي، الاخبار وصلتنا يا اخوان من الجبل الاسود، تقول انه هذا هو اقدم مسجد في مدينه الرباط رسميا، والخبر القوي انه بقول لك هذا هو منزل الامام، هذا هو منزل الامام، وهو ثاني اقدم منزل في الحي اصلا في البلده القديمه. 1360. يا عفو الله الرحيم، 850 سنه يا اخوان، طغى الرحيم، 850 سنه يا اخوان، طغى. معلومة جبارة أخرى وصلتنا من الجبل الأسود يا إخوان، تقول إنه في الزمانات في البلدة القديمة هنا في دار الشريف لما تشوف شو بسموها في دار الشريف لما تشوف شو بسموها هذه مطرقة بالنص، مطرقة فوق. شو الموضوع يا إخوان؟ مطرقة واحد تكفي؟ لا ورب الكعبة، بقول لك هذه للنساء
وهذه للرجال. صوتها تأتي النساء صوتها خافت، بيفهم من الداخل إن من طرق الباب امرأة فيفتحن النساء، وإذا كانت امرأة فيفتحن النساء، وإذا كانت الطاقة جبارة عنيفة قوية إذا من طرقهم الرجال فيفتح الرجال للرجال. طغوا المغاربة ورب الكعبة. فازت المعلومة، فازت. وانا اعطونا معلومة جبارة بقول لك هاي ايد السيدة مين؟ شو اسمها؟ فاطمة. اسمها ايد السيدة فاطمة. كل الابواب في المدينة القديمة هيك بهذا الشكل بتكون، ولكن الفكرة وين؟ اذا شفتوا الايد بهذا الشكل ما عليها خاتم، اذا البنات اللي في الداخل صالحات للزواج، بنات متوفرات. فاهمي علي؟ كإنسان لا طلع لنا بنات هلا من جوا، بقول لك عسري نهرب قبل ما يفتحوا لنا. اذا كانت الايد عليها خاتم اذا البنات اللي في الداخل كلهم متزوجات ولا يصلحن للزواج. انت دقيت تطلع بسرعه، اهرب. الكعبه يا اخوان شايفين؟ فيها خاتم. النساء هنا متزوجات، اياك ان تقترب او تطرق الابواب، وهناك 4 حجرات في الداخل على حسب العدد. هناك 4 حجرات. مالكش مصلحه يا اخوي. لا بس بتفرج الخاتم والله. الخاتم موجود، خاتم يعني ابتعد. ما بنشال يعني ابتعد. فازت الاجواء، فازت الرباط يا اخوان. ايه حميد الناس 200 يعني نايمين ورب الكعبه نايمين. هذول القبور على البحر. هذول القبور على البحر، نايم على البحر، نايم. لا بأس عليكم. وهناك سيبعث من هنا، من هون راح يستيقظ ويبعث من هنا. روعه. مش حنكون نبعث من نفس المكان؟ لا سلام على المنظر، المطل يفوز. هذا بحر سالة هذاك، وهون بحر الرباط مع الشاطئ، الحياة، الناس في يوم الجمعة مع الأمواج التي تتلاطم مع الشاطئ، مع التقدم والعمران والحداثة، والمسجد اللي هناك، مسجد ولا منارة أنا مش عارف، مع القبور القديمة جدا. ناس نايمين من زمان نايمين إلى جانب الماء. يا عفو الله الرحيم. فاز المنظر، فازت الحياة. وان أنا على أساس أن أنا في الرباط، قال لي هذه المدينة هناك مش الرباط، هذه مدينة سالة، وما يفصل بين الرباط سالة، وما يفصل بين الرباط وبين مدينة سالة هو هذا النهر، نهر أبي الرقراق. وبقول لك إنه مدينة سالة معروفة كذلك بالسور الأحمر الذي يحيط بها، ويقال إنه اسمها مدينة القراصنة. قلت لهم لماذا القراصنة؟ قال لك عندما كان يأتي القراصنة من أوروبا كانت سالة العنيفة هي التي تصدهم وتردعهم عن أسوارها. جبارة سالة، جبارة مدينة سالة. مدينة أخرى تماما محاطة بسور أحمر يفصل بينه وبين الرباط. هذا الممر المائي نهر أبي الرقراق. فزت ولا لا؟ طب شغلوني عندكم في المغرب تور جايد. بفوز.